90% من الناس بيقعوا في غلطة خطيرة قوي، وعلماء النفس بيأكدوا إن دي السبب الرئيسي إن حياتك تفضل في مكانها، وإن أحلامك كلها تفضل مجرد أفكار في دماغك عمرها ما هتتحقق. المشكلة بقى إنك ممكن تكون بتعملها كل يوم وإنت مش واخد بالك. الغلطة اللي بيدفع تمنها ملايين الناس هي التسويف. يعني كل يوم تقول أنا هعمل الحاجة دي بكرة، مش هعملها دلوقتي، هعملها لما أكون جاهز. انت عارف انك كده بتأجل نجاحك بإيدك؟ الدراسات بتقول ان الشخص العادي بيضيع من 2 ل4 ساعات بسبب التسويف في يومه العادي. تخيل بقى الرقم ده في السنة. كان زمانك أخدت فيهم كورسات وطورت نفسك وتعلمت حاجات جديدة، كان زمانك نجحت. المشكلة ان دماغك بتخدعك انك انت لسه عندك وقت، بس الحقيقة لأ. دماغك بتضحك عليك، بتقولك ارتاح دلوقتي وبكرة هنعمل الحاجة الفلانية. لكن بقى لما يجي بكرة هتلاقي نفسك في نفس الدايرة وهتقولك ارتاح النهاردة بكرة برضو نعملها. دايما الناجحين بيطبقوا مبدأ ابدأ قبل ما تكون جاهز. مش لازم تكون 100% جاهز عشان تبدأ. دايما ابدأ بحاجة صغيرة جدا حتى لو كانت حاجة بسيطة، وهتلاقي نفسك اتحركت. عاوزك بقى تجرب قاعدة اسمها قاعدة ال5 ثواني. أول ما تفكر في حاجة لازم تعملها عد من 1 ل5، ولما توصل ل5 ابدأ فورا قبل ما عقلك يرجعك لمنطقة الراحة. العلماء بيأكدوا إنك لو ما بدأتش الحاجة في أول 5 ثواني مخك هيبدأ يضحك عليك ويطلع لك أعذار إنك تأجل الحاجة دي. يعني مثلا لو عايز تذاكر أو تبدأ شغل أو حتى تقوم مع السرير، عد من 1 ل5، وأول ما توصل ل5 قوم على طول من غير تفكير. الطريقة دي بتساعد ناس كتير إن هم يكسروا دايرة الكسل والتسويف. جربها كده وشوف الفرق، لأنك لو فضلت تأجل مستقبلك هيفضل يتأجل معاك. عايزك تخلي بالك إن حياتك دلوقتي هي نتيجة قراراتك اللي فاتت، فلو عايز تغير مستقبلك فمن دلوقتي غير قراراتك. دايما خليك واعي عشان تكون سابق بخطوة.